أخبار يوم الأحد مهمة وقصيرة. التقى وزير الخارجية السيد مولوي أمير خان متقي نائب سفير إيران السيد حسين مرتضوي ودبلوماسيين ومسؤولين وممثلين عن العديد من وسائل الإعلام الحكومية والخاصة الإيرانية في العاصمة كابول، بحضور وزير الصحة العامة الدكتور قلندر عباد. تم تقديم خدمات الطوارئ الطبية والإنقاذ لضحايا حريق سالنج والركاب المحاصرين في النفق في وقت متأخر من الليل، وكان معظم الركاب المحاصرين أنقذت حية. يقول وزير التعليم العالي الشيخ الحديث مولوي نداء محمد نديم: نحاول تدريب الكوادر حتى لا تكون هناك حاجة لدول أخرى ويأتي الطلاب والمعلمون من البلدان الأخرى إلى هنا للدراسة. أعدك بإزالة كل المشاكل في مجال التعليم العالي. نتيجة لسلسلة عمليات قامت بها إدارة مكافحة المخدرات التابعة لشرطة كابول، تم إلقاء القبض على مصنعي كحول وسيارتين وكيلوغرام من المخدرات و5 مهربين. حسب تصريحات بلدية كابول، التقى مدير العام لبلدية كابول مولوي عبد الرشيد البلوش مع تجار السيارات في منطقة القصبة بخصوص إيجار ممتلكات بلدية كابول التي تدين بالنحو 190 مليون أفغاني من بلدية كابول خلال السنوات الماضية. يقول وزير الخارجية الأفغاني: السياسة الخارجية فن دقيق وهناك حاجة للكثير من الحذر في هذا المجال. نتيجة لجهود الفنيين والعاملين متواصلا بالقيادة العامة للقوات الجوية بوزارة الدفاع، تم تفعيل طائرتين أخريين من طراز MI 35 وسي 208. تم توزيع أزياء جديدة على القوات الأمنية في مقاطعة بادغيس. حسب تصريحات وزارة العدل، عقد اجتماع اللجنة الفنية لهيئة منع الاستيلاء على الأراضي في مقاطعة نيمروز بحضور مدير وأعضاء هذه اللجنة.